السلام عليكم الاخوان واش هاد الشيء منطقي ولا غير منطقي؟ واش كتعرفوا الثمن ديال الحولي بشحال؟ واش كتعرفوا السميك شحال كاينه وشحال الناس كتخلص؟ واش القدرات ديال الناس غتقدر تعيد هاد العام ولا لا؟ فهاد الشيء راه ما كيبشرش بالخير. الملك ديالنا دار واحد الخطوه زوينه، الله ينصرو والله يطول في عمرو. دار خطوه زوينه انه حيد الاضحيه ديال العام اللي فات باش هاد العام تكون في الاستطاعه ديال جميع المواطنين يعيدوا. فكنتفاجئوا بهاد الاثمنه اللي كاينه حاليا بزاف. واش واحد كيتخلص ب 60,000 بغيتي يعيد راه ما غاديش يقدر يعيد. حنا ما هاد الشعيره ما كرهناش، كل شيء يعيد وكل شيء يدوز بخير وعلى خير. فكاينين واحد البزنازه، واحد الشفاره فهاد البزنازه وهاد الشناقه اللي كيغليو في الاثمنه راه كتدخل في الاحتكار، راه كيديو المال ديال المسلمين باطل. راه ما راه اللي غايقول لي تجاره هذه راه تجاره، ولكن راك دخلتي في الاحتكار. راه كتحتكر عليا الحولي باش ما تعيدش وباش تحرم المسلمين ما يعيدوش. راك اخويا حسبنا الله فيك. هادشي الاخوان راه صعيب. واش كتعرفوا القدرات ديال المواطنين اللي خدام 3000 درهم راه ما يقدرش يعيد، راه ما يقدرش يعيد. واش بغيتي يبيع حوايجو؟ راه شحال شفنا حالات ناس كتوصل لهاد الشاعره هادي، الناس كتبغي تعيد فكيخرج يبيع حوايجو. كاين اللي كيبيع التليفون، كاين اللي كله كيفاش كيدير. هادشي ما بغيناش يكون، هادشي ما بغيناش، هادشي ما كيبشرش بالخير. بغينا كلشي يعيد، بغينا نتعاونوا على الخير، شي حاجه ديال الخير نتعاونوا عليها. فرا واش كتعتقد انت هذاك اللي غادي ينوض دابا وغادي يبدا يقول لي لا ما عيدناش حنا ضعنا العام اللي فات، هذا العام خاصو يكون الثمن غالي؟ ما خاصوش يكون الثمن غالي. عارفين الاعلاف، عارفين الفلاحه ضايعين، ولكن خاصنا الحل. فالحل الاخوان، حاول تشري من هذا الكساب مباشره. فايلا تعاونتوا لهنا غتعاون. كندوي على الدراوش، حاولوا تمشيو عند الفلاح مباشره، خذوا من عنده. الكسابه راه مشبعانين، راه راضيين بالقسميه ديال الله، راضيين بداكشي اللي قسم الله. وشحال من كساب انا كنعرفو حاليا كيتعاون، ما باغيش هو هادشي. العام اللي فات كانت الاضحيه غاليه وتحيدات بهاد السباب ديال الغلاء ديال الاسعار. وتلاقيت مع ناس كان عندهم الكسيبه، عندهم الحواله، رابطين الحواله، وقال لك ما خصوش يكون لي. علاش؟ لان القدرات ديال الانسان، واش تا خويا ولا اختي كتمشي تعيد انت والوليدات ديالك كدا تشوي وما تفكر. فكر في الجيران، فكر في الوليدات الصغار، ما تفكرش على في راسك انت. فالا كنتي كتفكر غير في راسك، فاخويا نصيحه ليك ذبح في اي وقت. علاش غادي تجي حتى لهاد الوقيته هادي ديال العيد وغادي تبدا تحرم في المسلمين؟ راه كاينين فقراء، راه كاينين دراوش، كاين اللي ما يقدرش يعيد. واش عرفتي الا كان الحولي طالع ل 80,000 يعني 4000 درهم، راه صعيب على واحد يشريه بهذا الثمن هذا. علاش؟ واش هو خدام 3000 درهم معيش منا، يوكل منا الوليدات، يصرف منا على عائله، يخلص منا الكرا، وبغيتي يشري لك الحولي ب 4000 درهم 5000 درهم؟ راه بزاف، راه ما يمكنش. راه هاد الاثمنه راه حسبنا الله في الشناقه. راك كتاكلوا الفلوس ديال الحرام. علاش؟ لانك دخلتي في الاحتكار. والله سبحانه وتعالى شنو قال على الاحتكار؟ حرام. ما عندكش الحق تجيب ثمن، تجيب حولي وتزيد عليا الثمن تحتكريه حتى تطلع السوق. عيب عليك، كدي في الاموال ديال المسلمين. حرام، ما عندكش الحق. وكما قلت لكم الاخوان، فلا حاولتوا من الاحسن ما تشريوش دابا. خلي اللي كيعرف شي كساب مباشره غادي يمشي يشري من عنده، يتوكل على الله ويشري. ما عندناش فين مشكل، تعاون مع الكساب مباشره. فإلا مشيتي عند الكساب وزدتي واحد 200 درهم ولا شنو ماشي مشكل، ويخليه لك حتى العيد ماشي مشكل، ما يضركش الحال.
ما تعطيش فلوسك للشناقه. هذاك اللي غادي يدي لك الحولي وغادي يكري لك حدا المكازه ويدي لك حداه، يكري مكازه حداك ويبيعوا لك بثمن غالي، راه غيحسب عليك كلشي. راه غادي يحسب عليك الكرا ديال المكازه، غادي يحسبوا عليك. راه غادي يحسب عليك الضوء ديال المكازه، غادي يحسبوا عليك. راه غادي يحسب عليك الخدام اللي خدام عنده، غادي يحسبوا عليك انت. ما يمكنش يبيع لك الثمن بثمن اللي يضيع. هو ما كيضيعش، هو كيبيع لك بالرباح، يعني ما يخسرش هو. فهمتوني ولا لا؟ فهموني مزيان، فهموني النقاط. هاد النقاط اللي كنقول لكم خذوهم بعين الاعتبار، راه ما ساهلينش. فهذاك اللي عنده الفلوس زايده وبغى ياخذ من عند هذاك، الله يسهل عليه. ولكن الا كندوي على الدراوش، يمشيو ياخذوا من عند البسطاء، يمشيو ياخذوا من عند الكسابه. راه كله كيعرف شي واحد من اهل الباديه، فساكن في المدينه، راه كتعرف شي واحد من صحابك ولا من العائله ديالك ولا من الافراد ديال الاسره ديالك، غادي تمشي تسول وتاخذ من عنده وتوصيه وتعطيه واحد الثمن وتخليه ليه عنده هو يقابله حتى توصل العيد وتمشي تجيبيه. فهكا الاخوان غنقدروا نتحكموا شويه في السوق، غنقدروا نتحكموا واحد شويه. اما راه كاينين واحد اليدين اللي كيلعبوا على هادشي ديال الغلاء ديال الاسعار، باغيين ما كرهوش هاد الشعير يحيدوها. فالاخوان ركزوا على هاد النقطات اللي كنقول لك. هاد النقاط الاخوان راه مهمين بزاف. فما كندويش انا على اصحاب الكروش الكبار اللي باغي غير ملهوف. فصراحه العام اللي فات بينوا على الاميه. كاين شي وحدين، ما غاديش نعمم، ولكن كاين شي وحدين بينوا على الاميه، بينوا على الجهل، بينوا على داك الخبط اللي فيه من الداخل. فمن تحيدت الشاعره اللي حيدها الله ينصرو، الله يبارك ليه في العمر ديالو الملك ديالنا، الله يطول لنا في عمره، دار هاد الخطوه، راه دارها زوينه. ولكن الاميه باقا كاين. الاميه المشكل فينا ماشي في التسيير. فإلا شفتوا الضغوطات اللي كاينه، راه ما راه المشكل ديالنا حتى هو كاين في دوك ما عرفتش باش غادي نسميهم، ولكن كاين المشكل. ناس ملهوفه وحرموها حتى على الدراوش. ما بقاش عندهم حل، لا حول ولا قوه الا بالله. فهاد الشيء الاخوان نتمناو هاد الشعيره تدوز بخير. بغينا كلشي يعيد، بغينا الخوت المسلمين كاملين داخل ارض الوطن وخارجه كلشي يكون بخير وكلشي يعيد. وهذه غير شاعره ودايزه. دوك الملهوفين اللي باغيين ياكلوا اللحم، سير اخويا ذبحيه في اي وقت. شكون يحبسك؟ شكون يمنعك؟ ما كاينش اللي يمنعك. علاش كتجي حتى لهاد الوقيته؟ علاش؟ عيب عليك، حشومه عليك. تحياتي الاخوان. اتمنى ما نكونش ثقيل على القلوب ديالكم الاخوان. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا.